إذا نصح وقيل له اتق الله قال الإيمان في القلب. هكذا يقول بعض الناس، فإذا نصحته عما يحصل منه من المعاصي من التساهل بالصلاة أو البخل بالزكاة أو غير هذا، أو حلق لحيته أو إسبال ملابسه أو تعاطيه المسكر أو ما أشبه ذلك، قال الإيمان في القلب. وهذا الاحتجاج بهذا الكلام حجة شيطانية باطلة، فإن القلب هو الأساس، فمتى صلح القلب صلحت الأعمال كما سمعت في الحديث الآخر. فلو كان الإيمان في القلب صحيحا موجودا لمنعك من هذه المعاصي، ولكنه ضعيف أو معدوم. ثم في الحديث نفسه قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فجعل العمل مع القلب، هكذا رواه مسلم في الصحيح، فلم يهمل العمل، قال ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي حديث النعمان المتقدم في القلب قال إذا صلح في المضغة صلح الجسد كله، صلح الجسد كله في الشوبة بالعمل الصالح. فإذا صلح القلب صلح البدن، فانقادت الجوارح لطاعة الله وانكفت عن محارم الله، هذا هو الصلاح. فإذا كان الجسد لم يصلح هذه علامة أن القلب لم يصلح، وأن الإيمان به فيه معدوم أو مريض مدخول ضعيف. والإيمان يزيد وينقص، هو قول وعمل عند أهل السنة والجماعة. والله يقول وقل اعملوا، ويقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ما قال بإيمانكم بس، قال بما كنتم تعملون. فالإيمان عمل، والصلاة عمل، والزكاة عمل، وهكذا.